بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبل ما نبدأ، بعدما سمعت ما قاله السيد رئيس الحكومة، استحضرت بيتا شعريا لأبي تمام وهو يقول: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. وأنا أقول بأن الواقع أصدق أنباء من الأرقام والخطب، في تجلياته الفصل بين التهميش والوعد. سيد رئيس الحكومة، كذلك أريد أن أقول بأن المعارضة ما كتشيش باش ما كان، بل لديها كذلك حججها وأدلتها، وأن كذلك التبوردة إذا ما كانش في مكانها فقد يصيب الرش الزملاء اللي كيكونوا كيتبردوا وقد يموت بعضهم أو أحدهم. وكذلك أستهل كلمتي ببالغ الحزن والأسى، ألما وحزنا على وأد الحوار الاجتماعي الذي رزقنا بفقدانه. أسكنه الله فسيح جنانه، ورزقنا جميعا وذويه الصبر والسلوان، وإن لله وإنا إليه راجعون. وأنا في موقف تأبين الراحل المسمى على قيد الحياة. الحوار الاجتماعي لا بد من تعداد بعض مناقب الفقيد بعد صراع طويل خلال سنتين من عمره أو من عمر هذه الحكومة ضد الإقصاء والتهميش والإعراض، حتى تتحمل هذه الحكومة مسؤوليتها أمام صنيعها. وهنا لا تتزايد المعارضة، بل ما سنقوله قمنا به بعد مشاورة عدد من الفرقاء الاجتماعيين. وحينما يتكلم السيد رئيس الحكومة عن انسحاب بعض المركزيات النقابية، فالحوار يكون مع فرقاء، وإذا كان الإنسان لوحده قد يصبح مونولوج ولا يكون حوارا. إذن لا بد أن تكون هناك شروط الحوار، وهو تواجد عدد من الفرقاء. وسأحاول أو كما نحاول أن نضع الآن بعض التنقيط لبعض المسائل التي تأتي حسب ما جاءت في الحوار الاجتماعي. مأسسة الحوار الاجتماعي إذا أردنا أن ننقط لها، فنأسف أن نقول للسيد رئيس الحكومة المحترم: صفر. إذا أردنا أن نقول ما يتعلق بتفعيل بعض مضامين الاتفاق 26 أبريل، هي قسمة ضيزة وحصيلة هزيلة. إذا تحدثنا عن جدولة وعن رزمانة الحوار الاجتماعي، فهي كذلك صفر. لماذا؟ راه بعض المرة مع 6 العشية ولا 8 العشية كنعيطوا في التليفون: أجوا غدا نتشاوروا. حول ماذا سنتشاور؟ إذا تكلمنا كذلك عن توسيع نظام الحماية الاجتماعية والسلامة في العمل، فيمكن أن نقول كذلك صفر. وإذا تكلمنا عن تحقيق النتائج الإيجابية لخدمة الأجراء والرفع من مستوى المقاولات الصغرى والقطاع الغير المهيكل لكي نجعل من الاقتصاد الوطني اقتصادا تنافسيا، نقول كذلك قسمة ضئيلة إن لم نقل صفر. وهنا سأعود إلى ما تكلم عنه السيد رئيس الحكومة المحترم في مداخلته الأولى عن بعض المشاريع، ونقول بأن كذلك المشروع الذي تكلم عنه في فاس هو مشروع جاءت به الحكومة السابقة، وقد ساهمت فيه الجماعة الحضرية ب20 مليار، وكان ذلك من أجل تأهيل سوق الجلد والنحاس إلى غير ذلك. هذا على سبيل المثال لا الحصر. في إطار إشراك الفرقاء الاقتصاديين في بلور تصور جمعي حول الصندوق أو إصلاح صناديق التقاعد، أقول صفر، لأن النقابات والفرقاء الاجتماعيون كانوا قد ساهموا في الحكومات السابقة في إطار بلورة تصور عن العمل الذي يمكن أن يقوموا به، ولكن كذلك مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي. إلا أنه في إطار الحكومة الحالية جات بمشروع جاهز أجي نقراه عليكم. الفرقاء الاجتماعيون ماشي هذا هو العمل الحوار معهم. كذلك في إطار الإعداد على أن عمر الحكومة ما جات عند الفرقاء الاجتماعيين وجابت قانون مشروع الماليات درت معهم قبل ماذا يمكن أن نقوم، حتى كتنزلوا في الغرفة الأولى أو الثانية أجوا نتذكروا. علاش غنتذكروا؟ عن ماذا سنتكلم؟ ثم كذلك عن إصلاح صناديق التقاعد، لقد قيل في هذا ما قيل فيه الكفاية. وثم حينما نريد أن نتكلم عن تنزيل القانون الأساسي للوظيفة الترابية للجماعة المحلية، كذلك الحصيلة صفر. وإذا أردنا أيضا أن نتكلم عن تقوية وترسيخ ثقافة المفاوضات الجماعية من أجل الالتزام الكلي والاحترام للحريات النقابية، نقول صفر. وإذا تكلمنا كذلك عن التنزيل الحقيقة وعن أين هي الكوطة اللي غادي نتكلموا عليها في الاتفاقية 87،
الهدوء 87 و153 ديال الحريات النقابيه، صفر الفصل 288 الذي يجرم العمل النقابي كذلك ما تعتد في حاجه. على الاقل الحكومه السابقه كانت قالت بانه توقف العمل به. اذا هناك أسفار متراكمة، ولكن هناك كذلك مؤشرات إيجابية مرتفعة جدا، ونشكر ربما الحكومة إذا رأت أن في ذلك شكر لها، وهو المساهمة في تدهور القدرة الشرائية للمغاربة 100%، إفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه 100%، التحكم الانفرادي في القرارات ضدا على التنظيمات العمالية الأكثر تمثيلية 100%، حماية الفساد والمفسدين بإصدار القانون العفو على مهربي أموال المغاربة على برا 100%. إلى الشعب المغاربة 10 المليار اللي تزادت وجات للسيد رئيس الحكومة بأنها بزاف تتصرف على المغاربة، فالفلوس اللي يخرجوا خارج الوطن خصهم يبقاو للمغاربة ومن أجل أولاد الشعب. كذلك قمع الحريات النقابية والمظاهرات يعني السلمية اللي كاينة، كيقيلوا الناس ياكلوا العصا، فهذا تراجع خطير. والأساتذة الآن اللي واقفين بغاو يدمجوا في سلم 10 على الترقيب الشهادة اللي فيه 17 فيهم راه معتقلين واللي واكل العصا وكل. اذا واش ولاد الشعب المغربي يصوتوا على هذه الحكومه باش ياكلوا العصا؟ اذا هذا كيبقى لكم انتم الراي فيه باش تقولوا السيد رئيس الحكومه شنو هو اللي يمكن يتقال فيه. وثم كذلك اذا كانت الحكومه في نظركم هي تشويش، سيد الحكومه المعارضه لا تمارس التشويش، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عليه الاجماع اللي جاب مشروع مجتمعي للانسانيه في كل زمان ومكان. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اذا رايتم في اعوجاج قوموه بالسيف. فنحن فقط بالكلام سيد رئيس الحكومة في إطار حوار هادئ، ونتمنى أن يتم التجاوب مع ذلك. وإلى المغاربة السيد رئيس الحكومة ما خرجوش الشارع لسبب واحد، لأن المغاربة متشبتين بالملك ديالهم محمد السادس نصره الله، وهم مقتنعون بمشروعهم المجتمعي المبني على الأمن والسلم. والمغاربة من ديما كيقول لك جوعي في كرشي وعنايتي في راسي. وفي النهاية أقول إن لله وإنا إليه راجعون، وعز نوائح في الحوار الاجتماعي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيدة